السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وشهر رمضان الكريم على الأبواب. ربنا يبلغنا رمضان وننول ثواب الرحمة والمغفرة والعتق من النار. أنا كنت غايب عنكم أو كنت غايب عن القناة أسبوع كده أو 10 أيام نظرا لظروف سفري يعني، ولسه راجع النهارده، فكل سنه وانتم طيبين. ورجعت النهارده وكان ماتش الزمالك، نادي الزمالك لسه خلصان من حوالي نص ساعه. وهنتكلم النهارده على كذا حاجه حصلت برضو، يعني منها طبعا الحاجه المهمه جدا اللي هي غرامه الاخ كهربا اللي النادي الاهلي دفعها له. ويمكن انا اتكلمت عن الموضوع دوت لما مجلس اداره الاهلي راح لنادي الزمالك، وقلت في اللايف بتاعي ان الزياره دي هدفها مش المحبه والروح الرياضيه، ده الظاهر، انما اللي كان مخفي وما اتقالش وكان عليه كتمان شديد جدا، هي ان غرامه كهرباء تتقسط او تدفع مش بالدولار. يعني يا تتقسط يا اما تدفع من غير فوائد يا اما تدفع بالفوائد بس مش بالدولار. عموما يعني هنتكلم عليها بعدين. ماتش الزمالك النهارده وماتش الزمالك بتاع ابو سليم، في اخطاء اتصلحت في ماتش ابو سليم النهارده ما حصلتش. لكن جوميز بدأ ب4-2-3-1 وخلاص الأربعة اللي ورا محفوظين. بدأ النهارده ادى فتوح شوية، ادى ساعة كده الفتوح، والحقيقة لما اتغير ونزل عمر جابر قلب الدنيا يعني. لكن فتوح النهارده باك شمال، الزناري وحسام عبد المجيد والمسلوسي في الجنب اليمين، ولعب بقى النهارده بدونجا ومعاه سيف فاروق جعفر. المفروض ان دونجا رقم 6 وسيف فاروق جعفر رقم 8، هما الاثنين النهارده لعبوا رقم 6. هما الاثنين النهارده لعبوا رقم 6. هل بقى سيف فاروق جعفر ما كانش عايز يتقدم؟ فكان لانه كان كرة يعني الكور كلها بتاعته ان هو بيسلم ويستلم، مش عايز يعمل محاولات، مش عايز يغلط. ما اعرفش، بس انا قلت في رايي في الواد ده من الاول خالص، الولد دوت ما يرجعش الزمالك تاني، لان هو انتهى من ساعه ما ساب الزمالك، انتهى يعني. هو كان لعيب كويس في الزمالك الاول، وكان بيعمل ماتشات كويسه في نص الملعب، وكان بيتقدم وكان بيزيد ورا الفراوده، لكن او يزيد ورا الثلاثه. لكن النهارده هو ما عملش حاجه غير انه بيسلم ويستلم بس وخايف. فهل هو كان عنده تعليمات انه يبقى رقم 6 مع دونجا؟ ما اعرفش. اللي انا شايفه النهارده من اللعب بتاعه ان هو كان رقم 8 بس ما اداش رقم 8. فكان في بس يعني فجوه صغيره كده ما بين خط نص الزمالك وما بين الثلاثه والمهاجم اللي قدامهم. لعب طبعا عبد الله السعيد يعني في نص الملعب وقدامهم يعني، وعلى الشمال ناصر ماهر وعلى اليمين زيزو وقدام ناصر منسي. مصطفى شلبي. طيب احنا يعني احنا قلنا مصطفى شلبي هو نزله بعد كده. احنا قلنا ان مصطفى شلبي مع ناصر ماهر ما ينفعوش، ما هو ناصر ماهر ده جناح شمال، وساعات بيخش جوه الصندوق. طب ما انت عندك ناصر منسي جوه الصندوق، يبقى انت لو هتلعب ناصر ماهر ومصطفى شلبي يبقى تلعب 4-4-2، تلعب 4-4-2. تمام، اللي انت عملتها بعد كده لما انت طلعت فتوح ونزلت عمر جابر ولعبت 3-4-3 بيها برضو، ولعبت 3-3-4. يعني انا قصدي ان ناصر ماهر ده جناح شمال، يا تخليه جناح شمال صريح يا اما تدخله جوه الصندوق،
يعني هو يتطرف ناحيه الشمال ويقطم جوه الصندوق. فهو النهارده لما طلع ناصر ماهر حرر مصطفى شلبي شويه. طبعا التغييرات اللي عملها جوميز، تغييرة عمر جابر دي كانت حلوه جدا 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 جدا. لان هو نزله وخلاه حر، خلاه جناح حر، يعني مش مرتبط بمكان. ونزول يوسف اوباما ونزول سامسون اكينيولا عمل شكل في الملعب، وهتحس كده ان الفرق يعني عبد الله السعيد ابتدى يلعب براحته. يوزع كور. مصطفى شلبي ابتدى ياخد الجناح شمال، خلاص بقى بتاعه. سامسون اكينولا بقى يلعب ورا ناصر ماهر، ورا ناصر منسي اسف، تمام. وبقى يفضي مكان، بقى ياخد اماكن ويفضي. تحركاته النهارده في الناحيه الشمال العكسيه، ماشي، هي اللي ساعدت ان عمر جابر يبقى فاضي كده اهو، والاسيست ده يعمله له دونجا. من الحاجات الكويسه، دونجا ابتدى مستواه يتحسن شويه، وابتدى يطلع لقدام، وابتدى يبقى عنده رؤيه في الملعب غير الاول خالص. يعني في حاجات اتعملت كويسه، في شغل مدرب اتعمل، اللياقه البدنيه كويسه جدا. لكن بقى على المستوى الجماعي لا، نادي الزمالك لسه شويه. وماتش الاهلي بتاع الكاس، الاهلي واقف على رجله اكتر من نادي الزمالك. يعني الاهلي بيلعب بقاله سنتين، بيلعب بالفول تيم بتاعه دوت. حتى اللعيبه اللي دخلت جديده عليه، فهو في لعيبه عنده اساسيه ثابته في الفرقه. خط الظهر ثابت، نص الملعب تقريبا ثابت. عنده الاثنين اللي هم بيحركوا الفرقه كلها، حسين الشحات وبيرسي تاو. فلا، الاهلي واقف على رجله شويه، يعني كفرقه جماعيه الاهلي احسن. الزمالك على المستوى الفردي احسن، انما يعني لسه اللعيبه دي ما تقدرش تشيل الزمالك في ماتش الكاس ده. لكن احنا بنقول ماتش الكاس ده يعني لا يلعب، يعني تغلب ولا تلعب. فهل انت يا جوميز هتقدر تقف قدام الاهلي بالفول تيم بتاعه، اللي هو شغال عمال يكسب بيه في افريقيا، وماتش ورا ماتش ورا ماتش ورا ماتش؟ مش عارف. لكن انا متخوف جدا من الماتش دوت، واتمنى ان هو يعني نادي الزمالك والفرقه يبقوا رجاله. ولان طبعا الاخ حسام عبد المجيد مع الاخ ناصر مع الاخ الزناري ده او لو لعب محمود علاء، او لو لعب لان الونش مش موجود للاسف يعني، فدول ما اعرفش دول سرد باكات هيقدروا يقفوا في الماتش ده ولا لا. ما اعتقدش. فالماتش ده هيتلعب ماتش كلوز جيم، وهيتلعب زون ديفنس قوي جدا. ده انا يعني على المستوى الراي الشخصي يعني، يتلعب زون ديفنس ويتلعب كلوز جيم. والزمالك يلعب في 30 متر، الزمالك يلعب مع الاهلي في 30 متر، يعني ما يخليش الملعب كله فيه لعب كوره، هي الكوره تبقى في 30 متر. عرفنا نتعادل ونوصل بلانتيات، عرفنا نخطف جون، خير وبركه. يعني شيكابالا ما كانش مصاب ما اعرفش ما لعبش ليه برضو، مش عارف اجيب معلومه مؤكده يعني. لكن في المجمل نادي الزمالك لا، لسه شويه. النهارده كان ممكن ماتش يطلع متعادل تاني وناخد نقطه تانيه. احنا فاضل لنا 7 ماتشات على نهايه الدور الاول، علشان يبتدي ترتيبنا يبقى فوق، علشان نقدر السكور ده او الاحصاء دي بيتبعت بيها الاتحاد الافريقي عشان يحددوا مين الاثنين اللي في الكونفدراليه والاثنين اللي في ابطال الدوري. فترتيب نادي الزمالك مش حلو. احنا عندنا ماتش اعتقد قبل ماتش الاهلي يوم 3 باين، مع فرقه اللي هي الماتش الاخير بتاع دوري المجموعات. يعني اتمنى ان نادي الزمالك الاخطاء دي تتصلح. والنهارده هو فعلا ابتدى ياخد باله ان ناصر ماهر ما ينفعش مع عبد الله السعيد، ما ينفعش مع مصطفى شلبي. فلما طلع ناصر ماهر فضل السكه لمصطفى شلبي، او لو كان طلع مصطفى شلبي ما كانش نزله، كان خلى ناصر ماهر هو اللي في الحته دي بس. يعني مبروك نادي الزمالك ال3 بونت. نيجي بقى للموضوع المهم،
في موضوع تاني كده، يعني هو شيكابالا جدد عقده مع يوسف اوباما، وطلع متصور مع الكابتن حسين لبيب وهو بيمضي العقد. يعني انا مش عارف بصراحه على كابتن حسين، يعني انا مش عارف. هو انت عمرك شفت مدير رئيس الاهلي بيمضي العقود مع اللعيبه ويطلع يتصور؟ يعني انا مش عارف انت، يعني انتوا ليه غلابه في نفسكم كده قوي؟ انت شفت الخطيب ده ولا حسن حمدي ولا صالح سليم ولا حتى محمود طاهر شفتهم قاعدين بيمضوا عقود مع اللعيبه؟ مش عارف بصراحه يعني رئيس نادي الزمالك المفروض يبقى في حته تانية خالص، ما فيش حد يشوفه كتير وما حدش يسمع صوته كتير. يعني انا مش عارف بصراحه يعني ايه، يعني ما اعرفش انتوا لسه غلابه ولا لسه ما خدتوش يعني البوزيشن بتاعكم ولا ايه بالظبط يعني. لكن يلا. غرامه كهرباء كان مطلب لجماهير الزمالك ان غرامه كهرباء تدفع بالكامل بدون فوائد وبالدولار. لما مجلس الاهلي راح لنادي الزمالك وعم بادر بزياره اتسمت بالروح الرياضيه وعوده المحبه وعوده الوفاء بين الناديين الكبيرين في مصر والكلام البلا بلا 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 دوت، انا ما دخلش عليا ب5 جنيه. ما دخلش عليا ب5 جنيه، لان الخطيب كان بيعلي عليك بيعلي عليك يا كابتن حسين في اللعيبه اللي انت كنت عايز تاخدها في الميركاتو اللي فات ده. منهم الواد اللي اسمه مصطفى الاسود ولا محمود الاسود دوت، ومنهم واد كنت هتجيبه انت من بره وهو علق عليه. فمعنى كده ان هو بيخربشك برضه. فكون انه يجي لك النادي عشان يقول لك يعني ازيك واحنا اتاخرنا في الدعوه واحنا جينا نادي الزمالك اهو بعد ما مرتضى مشي وبعد ما قله الادب وقفت وبعد ما السفالة وقفت وبعد ما النادي نضف، لا الكلام ده ظاهري. انما هو اكيد كان في تفاوض معاكم علشان موضوع غرامه كهرباء. هو لما يجي لك لحد بيتك عيب ان انت ترده مكسوف، ده يعني ده من واجب الضيافه. فهو جالك لحد عندك يشكر واستأذنك ان هو يحل موضوع كهرباء لانه اتحل فجأة. اللي انا اعرفه ان الاستاذ هاني بيرزي وخالد مرتجي، اعتقد خالد مرتجي كان في مفاوضات بينهم الاول علشان يشوفوا حل. والدولار لما هبط او لما هبط يعني بصورة غير صادقة، يعني لما هبط الدولار فنادي الزمالك عايز الفلوس بتاعته، ولو كان صبر عليه اكتر من كده هو هتقعد 30 3 4 زي شيكابالا كده. فاتفقوا مع بعض ان هم يحلوا الموضوع ان نادي الزمالك ياخد الغرامه بالكامل بالدولار وتتضرب وتتضرب تتضرب في المصري او تتضرب في الدولار. يعني ياخد الغرامه مصري ويضربها في دولار. فالغرامه يعني اتحولت لدولار يعني. مش عارف هم كانوا 2 مليون 900 حاجه زي كده. بالمصري يعملوا قد ايه؟ اضرب في 31 على طول مش عارف و90. عملوا رقم يعني، عملوا حاجه مليار يعني او نص مليار او حاجه كده يعني. وبعد كده يعني الكابتن حسين لبيب الكبير بقى، الكبار بقى بتوع النادي بقى ومحمود الخطيب، وده معاه المحامي بتاعه اللي هو جمال شعيب لنادي الزمالك، والمحامي التاني اللي اسمه مش عارف اشرف عزيز، وراحوا بنك مصر في وقت معين كده من غير ما حد يحس بيهم خالص. دخلوا من باب الخلفيه، ما تعرفش دخلوا عملوا ايه، عملوا قعده، الفلوس اتحولت على طول في ساعتها، اتدفعت على طول القيمه الدولاريه اتحطت في نادي الزمالك. اضرب بالمصري، يعني بالمصري انت عايز مني 10 دولار، يعني بالمصري كذا مصري اتحول على طول واتحط في حساب نادي الزمالك. وموضوع كهرباء انتهى. نادي الزمالك خد فلوس وخدها بقى بالمصري، خدها بالدولار. ما هو يعني هو كأنه خدها بالدولار بالظبط. هو لو نادي الزمالك عايز دولار هياخد دولار من البنك يعني. فيعني لان هو البنوك بتدي الزمالك والاهلي دولارات، مفيش مشكله. فالموضوع اتحل. لكن اللي انا عايز اتكلم في الموضوع ده فيه حاجه واحده بس، ان انا قلت قبل كده وكلامي بيتحقق ان موضوع زياره الخطيب لنادي الزمالك بمجلس ادارته كله بشله المعالم دي كلها ما كانتش لوجه الله. هرجع تاني لماتش الزمالك والاهلي في الكاس.
الحقيقه انا كنت هسافر الماتش دوت، لكن يعني في كده ظروف العمل يعني هتمنع ان انا اسافره، ظروف قهريه جدا يعني. فما ينفعش ان انا اسافر الماتش. كنت هسافر انا واتنين صحابي كده نحضره ونرجع يعني، لكن مش هيحصل يعني. خلاص هنتفرج عليه هنا، وهيبقى صعب اقول يعني نشوفه في التلفزيون. لكن اللي انا عايز ارجع له تاني فيه ان الزمالك لازم يخلي باله كويس قوي. الماتش ده ما يتلعبش. الماتش ده تعرف تغلب ازاي، ما يتلعبش. تعرف تغلب ازاي. زي كده ماتش لما اتلعب هناك بتاع كاس السوبر مع الاهلي، والزمالك عرف ازاي يلعبه وياخد البطوله. لان نادي الزمالك على المستوى الجماعي لا لا، بيضربوا لخمه ساعات، التلت الهجومي ملخبط شويه، تحركات بدون كره لسه مش قوي. الاهلي فرقته على المستوى الجماعي لا، فرقه واقفه على رجليها، ليها طريقه لعب معينه وبتلعب بيها ومحفوظه. يعني انت مش هيبقى صعب عليك كجهاز فني لنادي الزمالك ان انت تعرف الاهلي هيلعب ازاي، انما انت اقدر وقف اللعيبه بتاعته. يعني لازم توقف ديفيرسيتي ولازم توقف حسين الشحات. الاثنين دول لازم يقفوا. الاثنين دول لازم يقفوا. هم كل واحد فيهم بيلعب على طرف. يعني هم مش ما بيلعبوش ورا بعض عشان انت تفصلهم. لا، هو كل واحد فيهم بيلعب على طرف. فانت لو قدرت تخلي الاهلي يبقى كورته مايله على طرف واحد بس، يبقى انت كده نجحت في نص الماتش ان انت تحجم طريقته. لان الاهلي بيعمل استرتش في الملعب ما بين حسين الشحات وما بين بيرسي تاو والكره العكسيه. ربنا يسهل الحال. ونادي الزمالك، وانا قلت قبل كده ان نادي الزمالك اللعيبه بتاعته لما تيجي جديده هتقدر توقف النادي شويه على رجله، هتقدر تحسن من مستواه. ولو خسرنا كاس لازم نخسره بشرف، نخسره بماتش كويس، نخسره باداء جيد جدا. ما يبقاش بقى الهرتله والبهدله بتاعت ايام مرتضى دي بالثلاثات والاربعات والكلام ده. ما ينفعش. فاسترجلوا شويه، اللعيبه تسترجل، تعتبر نفسها من النهارده هي في معسكر غلس جدا. يقفلوا على نفسهم كويس، يتكلموا مع بعض كتير، ويحاولوا ان هم يظهروا بالمظهر اللي يليق بجمهور نادي الزمالك. ونادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك عمره ما هيتخلى عنه ابدا يعني. اشكركم جدا وكل سنه طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.